انا ما عنديش مانع من موانع الحجامه، يبقى اهلا بك لعمل الحجامه. طيب ايه النصايح اللي انا هديها للعيان قبل ما يجي يعمل الحجامه؟ النصايح دي تخص الاكل، تخص الميه، تخص النشاط اليومي اللي هو بيمارسه. طب الشعبيين دايما يقول لك ايه؟ صوم اليوم اللي قبليها صوم. الكلام ده مش مظبوط. اللي عايز يعمل حجامه هيمتنع عن الاكل لمده ساعتين او 3 قبل عمل الحجامه. طب مش معنى الوقت ده بالذات؟ لان ببساطه شديده جدا جهازك الهضمي لما بتبدا تاكل بيبدا المخ يوجه الدم ناحيه الجهاز الهضمي لاتمام عمليه الهضم والامتصاص. فلما يعمل كده هيبقى التوقيت ده مش مناسب لعمل الحجامه. طب اقصى وقت ممكن يوصل لها الموضوع ده من ساعه ونص لساعتين. انا هعمل الحجامه بعديها لما يبدا الدم يقل للجهاز الهضمي اللي هي من حوالي مثلا ساعتين ل3 ساعات. اذا حضرتك هتمتنع عن الاكله من ساعتين ل3 قبل عمل الحجامه. طب الميه طبعا شيء طبيعي. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل حجامه دمويه، يعني بطلع دم. طيب الدم ده ما هو سوائل، الدم ده في سوائل. طيب يبقى انت حضرتك اليوم اللي قبليها هتزود السوائل، هتزود الميه، بحيث ان احنا نعمل توازن في اليوم اللي انت هتعمل فيه الحجامه، بحيث لما اطلع دم انا كده ما افقدش دم انا محتاجه او سوائل انا محتاجها. طب بالنسبه للنشاط اليومي المعتاد، انت بتعمل جيم اعمل جيم، تلعب رياضه العب رياضه، مفيش علاقه بين الحياه اليوميه وبين عمل الحجامه. طيب دول بس كده؟ لا، حضرتك انت لو عندك امراض معينه او ادويه معينه حضرتك هتكتبها في ورقه، او ان انت هتجيب الدواء بتاعك للطبيب عشان يشوفها. طيب انا هعمل على حجامه على الغضروف بتاعي، فشيء طبيعي هجيب اشعاعاتي وتحاليلي للطبيب عشان يشوفها. الطبيب ما هوش حجام، الطبيب في الاصل طبيب، والحجامه جزء من الخطه العلاجيه. فبالتالي انا لما اروح للطبيب بتاعي هاخد دوايا معايا، هاخد الاشعاعات وتحاليلي عشان يشوفها قبل ما يعمل حجامه، عشان يقدر يحط الخطه العلاجيه حتى الحجامه يحطها مظبوط. طيب انا العيان وصل لي، طب انا عايز اتاكد، يعني اللي بعد كده برضه هدفه ان انا اتاكد ان العيان بتاعي مناسب ما عندوش اي مانع من موانع الحجامه. اول حاجه هعملها له هي العمليات الحيويه. يعني ايه؟ هقيس له الضغط والنبض والتنفس، وهقيس له الحراره بتاعته. طيب ندي امثله. فعلى سبيل المثال واحد لو ضغطه واطي تحت 90 60 هعمل له حجامه؟ لا، هاجلها. ضغطه عالي فوق مثلا 180 110 200 على 120 هاجلها. طب واحد يقول لك لا، ما الحجامه هتنزل الضغط، هتظبط له الضغط. لا، ما فيش الكلام ده. الكلام ده مش موجود. انت ضغطك عالي، شوف عالج ضغطك الاول وبعدين تعالى اعمل الحجامه. ضغطك واطي، عالج الضغط الواطي، شوف سببه ايه وبعدين تعالى اعمل الحجامه. طيب واحد سخن اعمل له حجامه؟ طبعا لا. طب واحد معدل التنفس بتاعه عالي اعمل له حجامه؟ لا طبعا. لازم اعرف الاول السبب ايه واعالجه. ما يمكن الحجامه تزيد، ما يمكن السخن ده والتنفس بتاعه عالي عنده امراض زي لا قدر الله زي السل والحاجات دي كلها. طيب اعمل له حجامه؟ ما ينفعش اعمل له حجامه. لازم دايما قبل ما تعالج حاجه لازم تكون عارف السبب اللي انت بتعالجه، انت بتعالج ايه. طيب يبقى كده لقيت النبض بتاعه زياده، طب ما هو ده ممكن يكون دليل على الانيميا الشديده، ما ينفعش اعمل له حجامه. دي واحده من موانع الحجامه زي ما احنا قلنا. طيب ممكن يكون ضربات قلبه قليله تحت ال60، طب ما ممكن يكون عنده مشكله في القلب، ودي واحده برضه من موانع الحجامه. اذا هدف كل اللي انا بعمله ده ان انا استبعد موانع الحجامه اللي ممكن العيان هو مش حاسس بيها او ما يعرفش انها عنده اصلا. طيب هنقف لحد كده وبس؟ لا، هنعمل تحاليل كمان. لو هو تحاليله مش كامله انا هعمله تحاليل. طب انا لو متاكد ان هو ما عندوش لا ايدز ولا سل ولا اي امراض وبائيه زي فيروس سي فيروس بي، على ابسط الاشياء خالص هعمل له صوره دم كامله، هعمل له سرعه النسف، هعمل له زمن التجلط واشوف زمن النسف والتجلط، واشوف هل هو عنده مشكله
في دول ولا ما عندوش. هعمل له سكر عشوائي اطمن لا يكون عنده سكر وجع شرط عليه والجرح بتاعه ما ينتقمش واعمل له مشاكل. هي دي الحاجات والخطوات اللي احنا هنعملها قبل ما نعمل الحجامه. وزي ما احنا قلنا هدفنا في النهايه ان انا اعمل لك خدمه، الخدمه دي حضرتك ما تاذكش، ما تبقاش فيها اذى ليك، بالعكس تكون فيها علاج ان شاء الله. وزي ما قلنا الحجامه خطه من الخطه العلاجيه وليست كل العلاج، عشان كده دايما الطبيب هو الشخص المناسب والوحيد اللي يقدر يعالجك كويس. حتى لو حصل مضاعفات اثناء الحجامه هو الوحيد اللي يقدر يعالجك. ودمتم في صحه وعافيه، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه لاستكمال رحله الحجامه. السلام عليكم ورحمه الله.